شلونكم حبايب؟ شخباركم؟ إن شاء الله يا ربي كلكم بخير وصحة وعافية. وأنتو تشوفون فيديو اليوم. نبدي فيديو اليوم بالصلاة على الحبيب محمد، اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد. أتمنى كل من يشوف الفيديو يضغط لنا على اللايك ويشترك بالقناة ويفعل زر الجرس حتى يوصل له كل جديد أني أنزله، لأن إذا ما فعلت زر الجرس ما راح يوصل لكم أي شيء أني أنزله. وأكيد شاكرة لكل تعليقاتكم الحلوة وممنونة من عندكم، وجزاكم الله خير الجزاء. أشكركم جزيل الشكر، والله يفرح قلبكم إن شاء الله مثل ما تفرحون قلبي بتعليقاتكم الحلوة. أتمنى تضغطون على اللايك لأن اللايكات كلش قليلة. فدوا عين اللايكات يا معودات اللايكات. بدينا يومنا بالصلاة على الحبيب محمد. أول ما قعدت من النوم سقيت ذني الزرعات البسيطات، لأن إحنا ما عندنا حديقة، فمطيات جمالية كلش للجراج. وتريقنا والحمد لله والشكر. ولازم أبحش وأدور شغل لأن ما أقدر أقعد بلا شغل. قلت خلي أغسل البردة مال الاستقبال لأن أنا ما غسلتها بالعيد، كانت متوسخة حيل، فهسه قلت خلي أغسلها. وقبل كم يوم غسلت مال الغرفة، وهنا ملصتها من البوري. وهسه راح أخلي التول واحد وذني البردات واحد. هن والله مو هالقد متوسخات، بس أني ما أقدر أقعد بلا شغل. انتو هم هيج، أني من أشتغل يلا أرتاح، نفسيتي ترتاح فول، بس إذا أقعد أبد ما أرتاح. الشغل راحة نفسية. شكو ماكو أخباركم؟ تجهيزاتكم للامتحانات؟ شون يومكم؟ شون وضعكم؟ الله يساعدنا والله، شو نسوي؟ هذا حال كل أم عراقية. طبعا نظفت البيت أني وهواي أمور سويتها، بس ما صورت لكم، قلت أخاف تضوجون من الروتينات، خلي اليوم ماكو تنظيف. شفت روحي رتبت أموري ووضعي وما عندي شي، فقلت خلي أسوي لهم حلو طيب وسهل وسريع ويخلص نفس اليوم. عندي باكيتين بسكت أبو الربع أي نوعية، وعندي كاكاو 2 أبو الربع، هذا موجود بكل مكان، ونص علبة حليب مكثف. والصراحة لازم تخلون ملعقتين أكل كاكاو باودر وتخلطوهم ويا البسكت، بس أنا نسيت أخلي. راح أعجنهم عجنة محترمة لحد ما يتماسكون مع بعض. وبعدها ايش راح نسوي؟ طبعا أني قبل ما أخلي الحليب على البسكت سويت الكاكاو، سويت له حمام مائي، يعني خليت بجدر بماء وخليت الكاكاو بطاسة، وراح على الحرارة والبخار راح يذوب عندي الكاكاو. شي يصير شون النوتيلا. إذا تحبون تخلون نوتيلا براحتكم، بس بصراحة النوتيلا غالية، فعليش هالتكاليف هاي. أني أي حلو أريد أسويه وشوف يعني مكوناته غالية، كل أسبوع أجيب لي شغلة، أجيب حليب مكثف، أجيب مثلا شعرية باكستانية، أجيب مبروش، أجيب كل أسبوع أجيب شي. ومن أريد أسوي ما أحس روحي أني يعني ما صاير علي ضغط ولا صاير علينا ضغط بالمصروف، يعني بسرعة أسوي وألقى المواد متوفرة عندي. بعد ما كورته راح أغطسه بالكاكاو اللي ذوبته. طبعا المفروض ورق زبدة، بس أنا بصراحة ما عندي عود، على أساس اشتريت نايلون تغليف الطعام وورق زبدة، طلع الباكيتين بس نايلون تغليف الطعام، ماكو ورق زبدة. فخليت هاي الورقة تفي بالغرض، ورقة مال رسم، لأن بصراحة قوة ينشلع الكاكاو من يلزق بالماعون، بس بالورقة بسهولة. تخلونه يبرد بالثلاجة وبعدها تاكلونه. طبعا الطعم دمار كلش كلش طيب، أني يخلص نفس اليوم اللي أسوي، كلش يحبونه، وبنفس الوقت ما كلفني غير 1500، لأن الحليب مكثف أني يعني يسوي لي مرتين، والبسكت بربع ب500 يعني، والكاكاو ب500. طعم خرافي هاي الكمية اللي صارت عندي، وهذا شكله النهائي. جربوه كلش كلش طيب، وحتى شكله كلش حلو.
وسريع ولا طباخ ولا خلاط ولا فرن ولا أي شي. وهنا سوينا على الغداء بيتزا. ما شاركتكم طريقة عمل البيتزا، أنا مسويتها مرة بالقناة، إذا حبيتوا تشوفون الفيديو وإذا حبيتوا أسوي لكم فيديو جديد وأنزل لكم طريقة العجينة وطريقة البيتزا بكل تفاصيلها. أكيد الأكثرية يعرفون أكيد الأكثرية يعرفون طريقة عمل البيتزا وكل من أو طريقته. إذا حبيتوا أنزل لكم طريقة العجينة والبيتزا بكل تفاصيلها أكيد تدللون علي. وهنا خلصت ما بقى من عدها، سهمنا وسهمكم مليون ألف عافية. هنا حبيت أشوفكم هاي المشتريات الحلوة اللي تجنن اللي اشتريتها. بصراحة يعني أنا كل مرة أخذ من زوجي 1000 500 2000 3000 1000 ألقى صرف أخذه أضمه بالدزدان. مرات أروح أشوف حاجة تعجبني أشتري شغلة، مرات يطلع عن 10,000 12 15 13 8. فجيت على دزداني لقيت بيه 10,000، كنت ضايجة، فقلت خلي أروح أشتري شغلات حلوة وأستفاد من عدها. بصراحة طقم السياحي غالي، فكل مرة أشتري مفرد اللي يعجبني واللي يدخل مزاجي. فهنا عجبني هذا الماعون المقسم ورخيص، سعره 1400. وهنا هذا الماعون اشتريته طبعا قبل بنهاية رمضان بس ما صورته لكم. اشتريته ب1000، حجمه كلش كبير وشكله كلش حلو. وذاك الماعون اشتريته ب1500. وذني المواعين المربعات اللي صغار اشتريتهن ب500. هذا الكبير اشتريته ب1000 وهذا الصغير هم ب1000. هناك يعني اكو مجمع يمه اللي دائما يسوي عروض، شغلاتهم كلش حلوة. طبعا ما شفتوا بالتصوير زين، كلش كبير حجمه وهم سعره كلش زين. واشتريت هاي السلة الحلوة، طبعا مو للخبز ولا للصمون، اشتريتها لأن دا يخلون فوق الميز اللي بالغرفة يخلون شاحنات على تليفونات. فقلت أنا شو أسوي أجمعهن بهاي السلة، هم شكلها حلو وينجمعن بمكان واحد وهم بعيد على الجهال، خاف أحد يجر التليفون وينكسر حرامات. احجوا لي حلوات رخيصات لو لا، والله أسعارهم أنا شفتهن كلش زينة. هواية سألتوني على التغليف، واحتمال يعني أنا ما فهمتكم أو ما فهمتوا علي عيوني. هذا التغليف سعر القطعة 4000، اشتريناه بالجملة. العرض مال القطعة تقريبا شبرين على ايدي. تغسلينه بماء دهون عادي، يلوحه مي عادي، تشلعونه ما يعجبكم هم عادي، شكله كلش حلو. وهذا يسمونه ليزري. شوفوا شلون شكله. أنا قبل كم يوم من نشرت المقطع بالنهار أنا كنت مصورته، هسه أنا صورته بالليل على مود شنو يبين شكله. هذا شكله. عرضه تقريبا شبرين القطعة الوحدة اللي دا أقولكم ب4000 وكلش طويلة، يمكن تقريبا 3 مترات، يعني على قد طول البيت. شوفوا 3 مترات القطعة الوحدة، يعني أكو قطع قسمناها بالنص لأن كان الحائط ناصي، وهاي الجهة مال الحائط خليناها بالكامل. وهسه حبايب وصلنا لنهاية الفيديو. بصراحة والله ما حسيت يعني الفيديو خلص بسرعة. أتمنى الفيديو عجبكم ونال رضاكم واستحسانكم. هاي اللحظة أسعد لحظة بحياتي، أني أقعد وأتمتع وأشرب فنجان القهوة وأروح بغير عالم. كلش أحب القهوة والنسكافيه والكابتشينو، لأن أنا من أشربهن أصحصح وأرتاح وأحس تجيني شحنة كلش قوية. هسه حبايب راح أقولكم مع ألف سلامة.